فنانين مش مصريين، أهلا بيكم في حكاية فنية جديدة. بس قبل ما نحكي الحكاية رجاء الاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. في الفيديو ده هنستعرض عدد من الفنانين اللي بنشوفهم على الشاشة المصرية لكن أصولهم مش مصرية، وبعض هؤلاء الفنانين أصولهم هتدهشنا. أولا الفنان حسين رياض وأخوه الفنان فؤاد شفيق، اتولدوا من أب مصري وأم سورية. الفنانة زينب صدقي من أصل تركي. الفنانة سوريا فخري واللي سبق وعملنا عنها فيديو، هتلاقوا الرابط بتاعه في صندوق الوصف أسفل الفيديو، فهي من أصول لبنانية، اتولدت في مدينة زحلة بلبنان. أما الفنانة ليلى مراد وأخوها الفنان منير مراد فاسمهم الحقيقي ليليان زكي مراد وموريس مراد. أصولهم ترجع لأب يهودي من أصل مغربي، جه من مدينة الدار البيضاء وسكن في حي محرم بيه في اسكندرية، واتجوز امرأة من أصول بولندية وخلفوا ليليان وموريس اللي عرفناهم بعد كده باسم ليلى مراد ومنير مراد. أما الفنانة زبيدة ثروت فأبوها ضابط من أصل تركي وأمها نصها تركي والنص الآخر سوري. الفنانة ليلى فوزي اتولدت في تركيا لأب مصري وأم من أصل تركي. كذلك الفنانة ليلى طاهر فهي من أصول تركية. بينما الفنانة نجوى فؤاد مولودة لأب مصري وأم فلسطينية. أما الفنان عمر الشريف فاسمه الحقيقي ميشيل ديمتري شلهوب. انتشرت معلومة خاطئة عن أن ديانته هي اليهودية، لكنه في الحقيقة كان من أسرة مسيحية كاثوليكية مارونية من أصول سورية، وأسلم وغير اسمه إلى عمر الشريف. الفنانة ميمي شكيب وأختها الفنانة زوزو شكيب من أصول شركسية. الفنان فريد شوقي اتولد لعيلة مصرية من أصل تركي. أما الفنان ستيفان روستي من أب نمساوي وأم إيطالية، وكان أبوه سفير النمسا في القاهرة. الفنان نجيب الريحاني من أصل عراقي، وكان أبوه عراقي واستقر في القاهرة واتجوز مصرية قبطية خلف منها 3 ولاد منهم نجيب. الفنان أنور وجدي واسمه الحقيقي محمد أنور وجدي من أصل سوري. أما الفنانة ماري منيب فاتولدت في العاصمة اللبنانية بيروت وجات مع أسرتها مصر وسكنت في حي شبرا. الفنانة هند رستم اتولدت في حي محرم بيه في اسكندرية لأب من عائلة تركية كان ضابط في الشرطة، أما أمها فكانت مصرية. الفنان إبراهيم خان اتولد لأب سوداني وأم مصرية، واحتفظ بجنسيته السودانية وما خدش الجنسية المصرية. أما الفنان حسين فهمي وأخوه الأصغر الفنان مصطفى فهمي فعائلتهم من أصول شركسية. الفنانة لبلبة من أصول أرمنية، كذلك نفس الأصول للفنانة نيلي وأختها بيروز اللي عرفناها باسم فيروز برضو من أصول أرمنية. الفنانة مريم فخر الدين وأخوها الفنان يوسف فخر الدين أبوهم مصري وأمهم مجرية. أما الفنانة مديحة يسري فهي من مواليد القاهرة لأب من أصل تركي وأم سودانية. بينما الفنانة سعاد حسني وأختها الفنانة نجاة أبوهم سوري من أصل كردي وأمهم مصرية. الفنانة شمس البارودي أبوها سوري وأمها مصرية من أصل تركي. أما الفنانة ميرفت أمين فاتولدت في محافظة المنيا لأب مصري وأم اسكتلندية. الفنانة ميمي جمال أبوها مصري وأمها يونانية. أما الفنانة شادية فأبوها تركي وأمها تركية. أما الفنان رشدي أباظة فاتولد لأب مصري وأم إيطالية. الفنان عادل أدهم اتولد في حي الجمرك في اسكندرية لأب مصري وأم تركية. أما الفنانة لقاء الخميسي فاتولدت لأب مصري وأم تنتمي للأصول الأشورية. الفنانة ليلى علوي أبوها مصري وأمها يونانية. أما الفنانة شريف سيف النصر فاتولدت في الأردن لأب مصري وأم فلسطينية. كذلك الفنانة نيلي كريم اتولدت في اسكندرية لأب مصري، أما أمها فهي روسية. الفنانة مي عز الدين اتولدت في أبو ظبي وتربت في اسكندرية لأسرة ذات أصول تركية من ناحية جدتها. أما الفنان أحمد زاهر وأسرته من أصول تركية. الفنانة غادة عادل اتولدت في مدينة بنغازي في ليبيا لأب فلسطيني وأم سورية. أما الفنانة نهال عنبر فاتولدت في القاهرة لأسرة ذات أصول شركسية. كذلك الفنانة مشيرة إسماعيل والدتها من أصول تركية. أما الفنانة حلا شيحة وأختها هنا شيحة ومايا شيحة فاتولدوا لأب لبناني وأم مصرية. الفنانة إنعام الجريتلي وأختها الراحلة أحلام الجريتلي أصولهم شركسية برضو. أما الفنان أحمد مكي وأخته الفنانة إيناس مكي فأبوهم جزائري أما أمهم مصرية. المخرج طارق العريان من أصل فلسطيني وهو ابن المنتج السينمائي رياض العريان اللي أنتج أغلبية أفلام النجم الراحل أحمد زكي. أما المخرج محمد خان
اتولد لأب من أصل باكستاني وأم مصرية، وحصل على الجنسية المصرية بقرار رئاسي سنة 2014 بعد ما عدى سن ال 72 سنة. أما المخرج السوداني سعيد حامد اتولد في الخرطوم ودرس في القاهرة. الفنانة مس حمدان واخواتها الاثنين دانا حمدان ومي سليم اتولدوا في دولة الإمارات من أب أردني من أصول فلسطينية في مدينة نابلس وأم لبنانية. هنا وصلنا لنهاية الفيديو استعرضنا فيه جنسيات وأصول عدد من الفنانين والفنانات اللي كنا فاكرينهم مصريين. من فضلك إذا عجبك الفيديو شرفنا بالاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.